وعدتكم ان انا هعمل النهارده مفتقه. المفتقه مقاديرها سهله قوي وبسيطه وطريقه سهله. المفتقه انا فوجئت ان ناس كتير قوي بتعملها بطرق غريبه. خدوا من غاليه الوصفه دي وصفه متورثه من جدود الجدود. وصفه المفتقه دي اللي انا هعملها لك لا تزودي ولا تنقصي عليها. اول حاجه ابدأي ب3 كيلو عسل، اقل من 3 كيلو لان العسل بيخس. اقول لكم الاول مقاديرها: 3 كيلو عسل، كوبايه دقيق، بتاع 5 معالق كده حلبه مطحونه، هتلاقيها عند العطار، ما تطحنيش انت الحلبه في البيت. زيهم بالظبط مغات، معلقه ممسوحه، معلقه شاي ممسوحه ملح ليمون ممسوحه اهي، انا حطاها لكم اهي، لو استاذ هاني يجيبها لوحدها اهي، شوفوا شكلها عامل ازاي، معلقه ممسوحه، لا تبقى مليانه ولا اكتر ولا اقل. بالنسبه لملح الليمون معلقه ممسوحه بس ملح ليمون، ومعانا معلقتين كركم اصفر. اللي هنحطه فيها بعد كده فوق الوش معلقه حلبه ومعلقه كركم، وعليهم كده شويه مغات وسوداني وسمسم. قبل ما ابدا فيها هقول لكم على حاجه. وصفه المفتقه دي زي ما بقول لكم انا متورثاها عن ستي، واحنا اول ناس بدعنا المفتقه دي. فالمفتقه دي ليها شروط عشان تطلع منك حلوه ومتظبطه. اول ما تبداي ابداي ب3 كيلو عسل، لان العسل بيخس. لو اقل من كده هتشيط منك، لما يجي يفور ويخش ويتعقد يبتدي العسل ده يقعر. يعني ايه يقعر؟ يعني يمسك في قعر الحله لانه قليل. يبتدي العسل يقعر كده ويبقى محتحت لو هو قليل. فابدأي ب3 كيلو عسل، تمام؟ مقاديرهم هي دي، يزيد عليهم بقى، وده اللي ما لقيتوش واللي يعتر فيه يبقى يا بخته، يزيد عليهم معلقه نواشه ومعلقه صمغ طبيعي، كنا بنحطهم زمان في المفتقه، برمت عليهم الدنيا حتى عند العطارين ما لقيت. النواشه اللي احنا بنسيحها في الزيت ونحطها فوق وش المفتقه بعد ما تتعقد، بتخلي الزيت لونه اخضر. والصمغ الطبيعي بندوب منه معلقه في ميه سخنه ونحطه عليها وهي بتتعقد. اللي يلاقي الحاجتين دول يحطهم، اللي ما يلاقيهمش امشي على المقادير دي برضو هتطلع كويسه. ده اول حاجه في المقادير. تاني حاجه وهي مهمه قوي، المفتقه تعمليها في حله ألمونيا. لو مش عندك استلفيها، ما تعمليهاش لا هي في حله من الحلل اللي هي التيفال، ولا تعمليها في الحلل السيراميك اللي طالعه، ولا تعمليها في اي حله تانية. احنا كنا زمان بنعملها في الحله النحاس، من بعد النحاس يبقى الألمونيا. لسبب، لان لو احنا طول الوقت بتقلبي عشان العسل ما يقعرش في قعر الحله ويجمد ويشيط، فانت طول الوقت بتقلبي. لو في حله تيفال هتتجرح وهتطلع لك طبقه وهتبقى وحشه. ولو حله من الحلل السيراميك اللي طالعه الايام دي من كتر التقليب هتتجرح. فانت تعمليها في حله ألمونيا عشان تطلع منك كويسه كده. تمام؟ نبتدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما ينفعش غير يا اما حله ألمونيا يا اما حله نحاس. اي حلل من اللي طالعه الايام دي مش هتنفع، لان انت بتفضلي تقلبي طول الوقت في اتجاه واحد. ادي 3 كيلو عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. عسل اسود اهو. المفتقه لما بتعمليها في البيت بعسل صافي بتطلع مفتقه على ابوها، ريحتها تجيب بلد البلد. المفتقه اللي بتتباع بره بتبقى مضروبه ازاي؟ عشان توزن الحبه منهم يبقوا راسخين كده وتقيله وتوزن، بيدوها سن الدقيق، السن اللي هو بعد قطفه الرده، عشان تتقل وتوزن، يبقوا الحبه قد كده يطلعوا كيلو. لكن اللي انت هتعمليها في البيت بالمقادير دي عسل صافي على ابوها 100%، تاكليها وانت زي الفل.